دي صينية مسقعة، أكلة مصرية أصيلة طعمها خطير. مفيش حد في الدنيا ما بيحبش المسقعة. ميكس ما بين البتنجان والطماطم والبطاطس والفلفل، حاجة كده طعمها خطير. بتبقى تحفة في الفطار وفي الغدا وفي العشاء، وطعمها يجنن. مش ناقصها أي حاجة غير شوية عيش بلدي وبس كده. أحلى حاجة في الدنيا. يلا بينا نشوف حضرنا أحلى مسقعة ازاي، ونقدر نعملها باللحمة المفرومة أو من غيرها، هي بتبقى خطيرة في كل الأحوال. يلا بينا ونبتدي. أول حاجة بحضر الكمية اللي أنا محتاجاها. بجيب البتنجان وبقطعه بالطول كده يعني 2، وبعد كده بقطعه شرايح لا تكون سميكة قوي ولا رفيعة قوي، بالسمك ده حلو جدا. هقطع كل كمية البتنجان اللي معايا بالسمك اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. هرش عليه رشة ملح بسيطة وما تزودوش في الملح علشان ما يبقاش طعمه مملح قوي، وهحطه في مصفى واسيبه يتصفى. هجيب برضو كمية البطاطس معايا وبقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، برضو اصابع لا تكون رفيعة قوي ولا سميكة قوي. وما ينفعش نخليها رفيعة علشان ما تتهريش معانا لاننا بنحطها في الصلصة بالشكل ده. وهحط على البطاطس مية وفلفل الوان او فلفل اخضر، وممكن طبعا بتبقى تحفة بالفلفل السبايسي، يعني زي ما انتوا حابين. هخلص كل التقطيع الخضار اللي معايا بالشكل ده، وفي الوقت ده هحضر عندي طاسة على النار تسخن علشان احمر كل الحاجات دي. وعلى ما الزيت يسخن هبتدي ان انا احضر التسبيكة بتاعة المسقعة. طاسة عندي على النار او صينية، هحط فيها معلقتين 3 من الزيت، عليهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم، اول ما ريحته تطلع بحط 3 معالق من الخل، عليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، وعليها بقى عصير طماطم فريش. طبعا الكميات ترجع لكم زي ما انتوا حابين وعلى حسب الكمية اللي هتستخدموها. حطيت عليها فلفل اسود وكمون وكزبرة، وطبعا ملح ومعلقة صغيرة من السكر ما ننساهاش، ومكعب من مرقة الدجاج اختياري. هقلب بقى كل الحاجات دي واسيبها تتسبك على راحتها خالص. الزيت عندي سخن، هبتدي ان انا انزل فيه اول حاجة البطاطس، ومش عايزاها تتحمر تبقى مقرمشة قوي، يعني تاخد لون كده وتستوي 90%. هطلعها على مناديل مطبخ، وبعدها على طول هضيف البتنجان. طبعا بيكون نزل كل السوائل اللي فيه، وبسيبه يتحمر وياخد اللون الذهبي الخطير اللي انتوا شايفينه ده. برضو ببتدي ان انا اطلعه واصفيه على مناديل مطبخ، علشان يعني البطاطس والبتنجان وكل حاجة بتبقى مقلية، فبيبقى فيها زيوت كتير. اختياري لو حابين تضيفوا لحمة مفرومة، انا كان عندي لحمة مفرومة معصجة في الفريزر، حطيت منها شوية، خدت غلوة واحدة بس، وابتديت ان انا انزل البطاطس واديها تقليبة. بعد كده البتنجان والفلفل واديهم تقليبة برضو. وفي الوقت ده هسيبها تغلي دقيقتين 2 بس على النار، وبعد كده هدخلها الفرن ربع ساعة في الفرن في الشبكة اللي في النص على أعلى درجة حرارة. وبعد كده بشغل عليها الشواية تاخد لون بس من فوق وتدي كده لون كده بسيط، مش عايزاه تاخد لون قوي يعني. عايزة اقول لكم سهلة وبسيطة وسريعة، وطعمها يجنن وكل الناس بتحبها، واكلة يعني ما بيختلفش عليها اتنين. حاجة كده في منتهى البساطة واللذاذة. شوفوا بقى الساندوتش ده، يعني حاجة كده في منتهى اللذاذة. وبس كده فيديو النهاردة خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا منه وعجبكم، ولو شايفين ان ده محتوى مفيد ما تنسوش تضغطوا لايك، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو تحت الفيديو وتقولوا لي رأيكم في المسقعة دي ايه، وتقولوا لي بتحبوها ولا لأ. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد.